حبايبي الف مليون هنا وشفها. وخلصنا الطواجن اهي، شكلها وريحتها فعلا اكلات الفلاحين والصعايده حبايبنا. تمام، يا رب ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم باذن الله. وانا الرز اخد مني كوبايه ميه كمان، لان الرز بيختلف من رز لرز. ايه الفكره في الرز ده؟ ان انت تحطي كله الفرن شغاله تحطيها معاها. تمام، زي ما انتم شايفين. بصوا مفلفل ازاي اهو، انا حابه اوريهولكم بس. بصوا شايفينه مفلفل ازاي. الف مليون هنا وشوفها. دي الفكره، ان احنا طالما مشغلين الفرن عشان ما نقفش قدام البوتاجاز نحطه بالمره في الفرن. الفكره دي مش هتاخديها غير من عند وصفه ماما. والف مليون هنا والشفا. وحطينا جنبهم شويه مخلل وبالعيش. وحبايبنا الفلاحين والصعايده بيعملوا ايه؟ بياكلوا جنبه رقاق ابيض. تمام، الف مليون هنا والشفا حبايبي. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله، وتشير الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. ويا رب الوصفه دي السهله اللي ما توقفكيش كتير في المطبخ وما تستخدميش مواعين كتير يا رب تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناه سر وصفه ماما. يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين. وان شاء الله النهارده هعمل لكم اكله الفلاحين كده، اكله الصعايده، الاكلات اللي هي ايه القديمه اللي كلنا بنشتاق لها. تمام، طب هتعملي ايه؟ هنعمل النهارده تقليه في الفرن. تمام. انا حاطه بصله دلوقتي، دبلت بصله على النار، ومعايا الطماطم ومعايا الطواجن. هتحطي فيها ايه؟ انا قلت لكم قبل كده وحابه اقولها لكم مره تاني، ان انا عامله فراخ امهات طعمها جميل قوي والله، وهتعجبكم ان شاء الله. وهنحطها المره دي في التقليه زي ما انا قلت لكم، هنعملها معامله اللحمه. تمام، فهبتدي دلوقتي اوزعهم على الطواجن. تمام، على الطاجنين دول. الكميه اللي عندي دي انا سلقتها. تمام، سلقتها وخرجتها، وهحطها اوزعها على الطواجن. تمام، وانا بعمل لهم دلوقتي ايه؟ بصله، بس بصله حبه كبيره، حبه حلوين. احنا عارفين ان الفلاحين بيحبوا ايه؟ التقليه. هو ده اللي هنعمله النهارده، وهنحطهم دول في التقليه ونحطهم في طواجن في الفرن. وهنعمل الرز بس بطريقه مختلفه. خليكي معايا عشان اوريكي كل حاجه. توابلنا، لان احنا قلنا اكل الفلاحين واكل الصعايده ملح فلفل اسود. تمام، ولا مرقه ولا اي حاجه. خليكي معايا عشان اوريكي هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين انا خرطت شويه بصله كتار. انتوا عارفين ان الاكل الفلاحي والصعيدي بيخرطوا بصله كتير، بس انتوا عارفين طبعا البصله بيبقى فيها كميه ميه وبتنزل كتير وبتبقى قليله. تمام، زي ما انتم شايفين كده. هسيبهم ايه؟ هي اتصفرت معايا، هسيبها تصفيره تاني بسيطه وهوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا قلبت البصله اهي لحد ما ايه؟ خدت لون اصفر معايا، اصفر مش اكتر من كده. تمام، هو ده اكل الفلاحين. تمام، اللي بيديله طعم وحلاوه وكل حاجه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. انا هبتدي ايه؟ انزل عليها بالصلصه. تمام، هتعملي ايه؟ هسيبها احط لها كبشه واحده بس شوربه، عشان انا لسه عايزه احطها ايه؟ في الفرن. هتاخد غلوه معايا وهوريكم هنعمل ايه. وفي نفس الوقت انا حطيت على الرز تمام معلقتين سمنه. دول 5 كوبايات رز، حطيت عليهم معلقتين سمنه. هقلبهم فيها. تمام، وهرجع لكم حبايبي. زي ما انتم شايفين هي خدت غلوه اهي. زي ما انا قلت لكم هحط لها كوبايه شوربه. بس الاول دلوقتي هحط لها الحياء بتاعها. قلنا الحياء هم ما يعرفوش غير ايه؟ الملح والفلفل. تمام، عشان كده بيبقى طعم اكلهم احلى اكل من غير توابل كتير وبهارات. تمام، لان هم بيظبطوا اصلا الشوربه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. هديها ايه؟ غلوه وهوريها لكم. هحط لها ايه؟ كوبايه شوربه. تمام، زي ما انتم شايفين اهو. انا مش مخففاها جامد. ليه؟ لان احنا معانا يعتبر دي مستويه. تمام، انت زي ما انتم شايفينها كده مستويه. فايه انا فدوبك هتاخد كام غلوه في الفرن، مش كتير. تمام، اهو هصب عليها التقليه على الاثنين طواجن دول. تمام، هما بيسموهم مراجيز. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. هصب عليهم الاثنين. تمام، وهدخلهم الفرن. والصينيه دي هعمل فيها الرز. يعني انا كده ما استخدمتش مواعين كتير. خليكي معايا وانا هوريكي هنعمل ايه تاني. انا في الوقت ده انا مولعه الفرن. تمام، ولعت الفرن عشان تسخن وانا ايه؟ بظبط فيهم. تمام حبايبي، انا دلوقتي حطيت ميه على النار. دول
5 كوبايات رز حطيت لهم ميه على النار 5 ونص. ليه؟ لان انا هحطهم في الفرن، فالفرن بتاخد ميه اكتر. هبتدي دلوقتي ايه، انا زي ما انا قلت لكم هنا حطيت سمنه وقلبته وحطيت معلقتين سمنه وفضلت اقلب فيه عشان كله في الفرن، عشان ما تاخديش مواعين كتير وما تقفيش في المطبخ كتير. تمام. هبتدي احط له الملح والشطه بتاعته وهظبط حياقه، واول ما تسخن كده، تسخن مش هتغلي، تمام، هسقط فيها الرز وادخله برده معاهم ايه الفرن. وادي الطواجن معايا اهي يا حبايبي. تمام. انا حطيت لهم التقليه، ظبطت الحياء من قبل ما اصبه على الطواجن. انا ظبطت الحياء بتاعهم، تمام، حياء مظبوط، ملح وفلفل زي الفل. تمام. انا دلوقتي ايه سايباهم عشان ادخلهم هم والرز مع بعض، عقبال بس ما تسخن الميه بتاعت الرز واسقط الرز فيه عشان ادخلهم كلهم مره واحده. سخنت معايا الميه، فانا هبتدي احط عليها الرز. تمام. مش شرط الميه تغلي خالص، احنا مش عايزينها تغلي خلاص. اهو هما ايه 5 كوبايات رز وانا حاطه 5 ونص ميه. ماشي. اهو هبتدي اعمل ايه دلوقتي، برضو هدخلهم الفرن مع الطواجن وهوريكم ايه شكلهم بعد ما يطلع ان شاء الله.